كلا يا عمار. أهلا وسهلا، السلام عليكم لكم المتابعين والمشاهدين. نرحب أخوي عبد الرحمن اليوم أن بظل غياب أخونا أنس. اليوم أنا وعبد الرحمن بإذن الله متواجدين معكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، عنواننا لهذه الحلقة هو عنوان كل الشباب تقريبا يهتمون بهذا الموضوع تحديدا. لماذا؟ لأنه ينشط في مرحلة الشباب، ألا وهي الشباب والرياضة. رياضة الشباب والرياضة ترفيه فقط أم مجرد أنا لخبطت في العنوان. الرياضة هل هي مجرد ترفيه أم أكثر؟ هذا هو عنواننا في هذه الحلقة. الرياضة والشباب مجرد ترفيه أم أكثر؟ طيب، بشكل عام لو سألنا سؤال: هل الرياضة في حياة الشاب حاجة أم هواية يا عمار؟ احنا لو تكلمنا، خلينا نتكلم أولا من جانبي أو من وجهة نظر الممارسة. جميل. الآن نجد في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي أصوات تنادي بأهمية الرياضة، لابد أن الشخص أن يمارس الرياضة. هل الرياضة حاجة أم هواية؟ أنا أشوف أن هي حاجة وليست هواية. ولنا في رسول الله قدوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من، يعني لو جينا نتكلم عن الجانب الرياضي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان من أصح الناس بدنا، ويعني أحسنهم لياقة. خلينا نتكلم يعني باللغة اللي تفهم في هذه الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لياقة قوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقوة 40 رجل، يعني بقوة 40 رجل أولا. وأتكلم كان يمارس رياضة المشي كما ورد في كثير من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي. المشي لا هو المشي الخفيف اللي فيه تباطؤ، ولا هو المشي اللي فيه ركض. كان يمشي مشي النشاط. يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف انه هذا يعني شخص مستصح قوي البدن. فمن هذا المنطلق ضروري ان كل شاب يكون في حياته رياضة، على الأقل رياضة واحدة لابد أن يمارسها. ليش؟ لأنها هي حاجة، ولابد أيضا أن يحتسب الأجر. لأن الرياضة التي تساعد على تقوية البدن تعينك على أمور كثيرة في حياتك. وزي ما نعلم أن العبادات منقسمة إلى عبادات قلبية وعبادات جسدية. في العبادات الجسدية هذه ضروري جدا أنك أنت تكون بصحة تامة حتى تمارس هذه الرياضة. عندنا الصلاة، عندنا الصيام، عندنا كل عبادة تتعلق بالحج، كل عبادة تتعلق ب يعني جهد، يعني بذل جهد. لابد أن يكون الشاب مستعد لها. كيف يكون مستعد؟ بممارسة الرياضة. ما في حل آخر. يعني أنت إذا جلست في البيت ما تحركت ومارست حياة صحية سيئة ما فيها أي نوع من أنواع النشاط، أنت قاعد تقلل من عمرك الافتراضي. أولا تقلل من عمرك الافتراضي، وأيضا تضر بصحتك، مما يؤدي إلى ضرر أيضا في العبادات. فإجابة على هذا السؤال، أنا أشوف أن الرياضة هي حاجة وليست هواية. يعني أنت ممكن تمارس أكثر من رياضة كهواية، ما في مشكلة. يعني أنت ممكن تمارس كرة القدم كرياضة أساسية، عفوا تمارس المشي كرياضة أساسية، وكرة القدم مثلا كهواية، ما عندي مشكلة. ولكنك لا تمارس لا هذه ولا هذه، هنا إشكال. لابد الجسم إذا عودته على الكسل يذبل ويخمل مع الوقت، إذا عودته على النشاط والحركة يتحرك، يتماشى معك. نعم. عندنا أيضا في موضوع الشباب، فلازم أصلا أنت تكون حريص على هذه الناحية، حريص نعم. على الرياضة. زي ما قلت، أولا تقويك على كل شيء، والرياضة تصفي ذهنك، صحيح. تأخذك لمراحل عالية في هذه الحياة، تساعدك دائما أنك يعني أيامك أنت كشاب حتطلع تنزل تروح ترجع، عندك مشاوير. يعني الآن سبحان الله أعجب من كثير من الناس، يعني تلاقيه ما شاء الله بصحة وعافية، تقول له ليش؟ على الأقل امشي، بس المشي زي ما قلنا، يقول لك يا أخي ما في حيل، ما في حيل. يعني أنت ما شاء الله لسه في مقتبل الشباب، وعمرك لسه ماشي إن شاء الله، وفيك الصحة والعافية، كان يقول لك ما فيها حل. هذه العادة الآن في هذا الزمن متواجدة بكثرة. يقول لك أنا ما فيني حل، ما أبغى أمشي.
مع انه المشي زي ما تقول او يقلل من المشاكل، تروح متنفس لك، صحيح ومنها رياضة. صحيح المشي دائما يساعدك تقلل من اشياء كثيرة في هذه الحياة. نعم. صحيح صحيح. أيضا ذكرت يا عمار موضوع الرياضة وعلاقتها بالصحة النفسية، يعني هذا جانب كبير جدا لابد نحن نسلط الضوء عليه. الرياضة تساهم بشكل كبير جدا في رفع مستوى الصحة النفسية لدى الشاب، خصوصا في الفترة هذه فترة ضغوطات الناس. يعني الشاب تحديدا يعيش ضغوطات في المنزل، يعيش ضغوطات خارج المنزل، يعيش ضغوطات في العمل، يعيش ضغوطات في الدراسة، يعني ضغوطات. احنا تكلمنا عن الضغوطات سابقا، صحيح. وكان واحدة من وسائل الهروب من الضغوطات هي ممارسة الرياضة. الآن نتكلم عنها بشكل تفصيلي. كيف الإنسان يهرب من ضغوطات الحياة بالرياضة؟ سبحان الله، الدم عندما يتحرك وينشط تفرز هرمونات في الدماغ. يعني احنا لسنا في صدد ذكر امور تتعلق بالطب، وهذه لها متخصصين، ولكن احنا نتكلم بشكل عام. يعني الرياضة قولا واحدا تزيد من مستوى جودة الحياة والصحة النفسية، وتعالج مشاكل كثيرة، منها القلق، منها التوتر، منها الضغط النفسي، ترتب أفكارك. وأنا ما قاعد أتكلم هنا من علم، أنا أتكلم هنا من تجربة. يعني أنا كثير من الأوقات أكون مثلا مضغوط أو متوتر أو قلق من، حتى سبحان الله في موضوع الحيرة في بعض الأمور. تجد سبحان الله يعني إيش لما تمشي ذهنك يصفى، تترتب عندك الأفكار. يعني تحس إنها هي خيوط متشابكة مع بعض. أول ما أنت تمارس الرياضة تحس إنها قاعدة تنفك واحدة 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 واحدة. عقود أنت في مخك أنت ما أنت عارف كيف تحلها، سبحان الله مع الرياضة تحل. ليش؟ هذا لأنك أنت قاعد تجدد. الجسم يحتاج، زي ما أن مخك يحتاج إلى أنك تقرأ وتتثقف، كذلك جسمك يحتاج، وهي أصلا عملية تكاملية بينهما. إذا كان ذهنك هو اللي شغال فقط وجسمك ما هو شغال، أنت بتعيش في مرحلة توتر وضغط وقلق نفسي. إذا مخك مو شغال بس جسدك أنت شغال، حتكون أنت متعافي، ولكن إيش مخك من دون عقل. فالتوازن اللي بينهم مطلوب. ايوه بالضبط، اثنينهم مكملين لبعض. بالضبط، اثنينهم مكملين لبعض. فبالتالي حتى احنا الان قاعدين نسمع انه والله الناس والشباب تحديدا في هذه الفتره يعانون من مشاكل نفسيه. يقول لك والله انا عندي قلق ADHD، وعندي ADD، وعندي اكتئاب ديبريشن، وعندي من عارف، وعندي قلق، وعندي هذه كلها امراض صحيح موجوده، وصحيح يعني تعتبر من من آفات هذا العصر. ولكن الشباب ما يدروا انه ترى في الرياضه، هو يحسب ان الرياضه عشان اقوي جسدي. لا، الرياضه ايضا تحل لك هذه المشاكل. انت تعتقد انك انت، فتلقاه وين يروح؟ تلقاه يروح عند دكتور نفسي يدفع مبالغ يعني آلاف الدولارات، هو ما عرف انه والحل حوالينه. ايوه، ما يعرف ان الحل بعيدا عن الجانب الديني. ما نتكلم عن الجانب الديني، نتكلم عن جانب الرياضه. يعني هنا عندك حل جاهز. وايش يبغى لها؟ بس اطلع البس ملابسك مناسبه للرياضه، وافتح الباب واطلع امشي بنفس ملابسك. بعض الاحيان عند الوالد بعض الاحيان هاك يعني زي كذا يجيك يطلع متنفس، ياخذ له مشي، يطلع يمشي يتحرك، فهذا حرفيا متنفس لجميع الاعمار. سبحان الله. فتلاقي اصلا الوالده الوالد الكل يعني حتى كبار العمر السن ينصحون دائما امشي، بس امشي. والمشي سبحان الله دائما يقول لك صح انه يعالج الامراض النفسيه، يعالج الامراض الجسديه، ويعالج كثير من الاشياء. عندك السكر والسمنه والاشياء هذه. في دكاتره كثير، يعني انا ما زي ما قلت ما احنا دكاتره ولا، بس نسمع ونشوف. في دكاتره كثير ينصحوا اقل شيء خاصه في فتره الصباح، اذا عندك وقت في الصباح المبكر، يعني الصباح الباكر بعد الفجر تصلي مثلا في المسجد. أيوة. اطلع امشي حق نص ساعة. يعني هي الآن نحن هنا مثلا في تركيا المساجد أغلبها شوي فيها مسافة. صحيح. فتلاقي أصلا أنت مشيك للمسجد فتلاقي فيه مسافة، وأنت راجع تاخذ لك لفة حوالين المسجد، تمشي ترجع. هذا أصلا تلاقيه متنفس لك، راحة لك. صحيح. وعلاج للنفس وللروح، روحك تهدى. أنت أصلا بتلاقي مخك وذهنك صافي، تلاقي راحة في حياتك. ثانيا زي ما قلنا بتعالج في ناس كثيرين سبحان الله تلاقيه عنده سكري وأمراض لا يعلم فيها إلا الله، فيطلع يقول لك الدكتور أصلا يقول له أنت إيش في حياتك؟ امشي، اطلع، لا 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 ترمي نفسك للمرض.
اطلع امشي، وصدقني هذا الشيء راح يساعد المرض هذا اللي عندك يقلله بشكل كبير، ويقلل انه انتاجات تصير عنده مثلا لا سمح الله مضاعفات، ولا تصير عندك مشاكل لا سمح الله مع تقدم في العمر. فهذا يساعدك كثير انه زي ما قلنا يطول من عمرك الافتراضي. هو الاعمار بيد الله، لكن يعطيك وقت اكثر لجسدك، تحمل اكثر، يساعد على محاربة الامراض اللي في الجسد. فدائما المشي، نحن من ضمن الرياضة المشي. انا اتكلم عن اسهل حاجة، الشيء الروتيني اللي المفروض يصير عند كل انسان مو بس عند الشباب. صحيح. فهذا شيء جميل صراحة. انا من الناس اللي صراحة أنا احب امشي بشكل كثير، ما عندي مشكلة. يعني تقول لي بس نمشي 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 ما عندي أي مشكلة. سبحان الله. إيه. فأجد هذا دائما متنفس في كل شيء. نعم صحيح. وانت قاعد تمشي اصلا ما شاء الله مخك تلقاه ايش؟ شوف شيء قاعد يخف 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 يخف، ما تنتهي من يعني جولة المشي الا وانت خلاص تحس انك مرتاح، تحس انك انجزت. ايه صحيح صراحة. وهذا هو يعني جرعة. احنا نتكلم او يعني نسمع عن الدوبامين وكيف يفرز الدوبامين. والدوبامين إيه. هو هرمون يفرز عندما يشعر الانسان بشعور الانجاز. الدوبامين الحقيقي لابد ان يفرز مع مجهود. لما يفرز بدون مجهود، انا ما اتكلم انا وانا خبير، ولكن انا هذا اللي سمعته، انا هذا اللي مقتنع فيه. الدوبامين لما يفرز بدون مجهود يسبب لك مشاكل، يسبب لك ضغوط، يسبب لك ايضا ضعف تركيز، يسبب لك تعفن دماغي زي ما ذكرنا في حلقات سابقه. لكن لما يفرز الدوبامين بمجهود، إيه. هذا هو الدوبامين الحقيقي. انت كده تشعر بسعاده، نفسيتك سبحان الله ايش تحسن. طيب احنا تكلمنا عن الرياضه وعن من جانب جسدي، ماذا عن الرياضه في ديننا الحنيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا القوة لها جوانب كثيرة، من ضمنها القوة الجسدية. يعني أنت لمجرد أنك قوي أو أنك قادر وصاحب قوة في جسدك، احنا نتكلم عن النقطة الجانب اللي احنا تكلمنا عنه في هذه الحلقة، أنت عند الله خير من المؤمن الضعيف. ليش أنت خير؟ لأنك أنت بتقوم بالعبادات يعني افضل. ايوه، في افضل من المؤمن الضعيف. انت بتقوم يعني انت بيكون عندك دافع اقوى من المؤمن الضعيف. انت قال الله عز وجل يموت في عمرك بسبب صحتك جيده، فبالتالي سوف تصوم رمضان، فبالتالي انت اخير من المؤمن الضعيف. فهذه الخيريه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك اياها. هذا دين الحنيف لا يأمر بالكسل والجلوس لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان انسان نشيط، كان روتينه مليء من الصباح الى المساء، وفي الليل يقوم الليل وينام ويتحرك ويروح يجي. الدين الحنيف عمره ما، احنا نسمع كثير الان الناس يقول لك يا اخي انا والله الان في عزله، لو سمحت انا الفتره دي انا في عزله الاجتماعيه لا تكلمني. يعني شائع. عمره النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي بنفسه كثيرا، يذهب قبل هذا كان يذهب الى غار حراء قبل الوحي، وايضا بعد الوحي كان يذهب الى اماكن بعيده حتى يعني يلملم شتات نفسه ويلملم افكاره ويرتب. هاي طبيعي، وهذا اصلا بحد ذاتها عباده انك انت تتامل. صحيح. ولكن ما يكون هذا روتينك. احنا نسمع يقول لك يا اخي فلان اختفى، وينك؟ والله انا الان في عزله النفسيه لا تكلمني. غلط 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 وخطأ كبير. والشيطان يقدر على العبد وهو لوحده. صحيح. يعني الإنسان أو العبد ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فبالتالي العزلة وعدم ممارسة أي رياضة وعدم الاختلاط مع الناس هذه كلها الإسلام نهى عنها، ويعني ما دعمها أبدا. بل الإسلام ودين الحنيف يدعم الحركة، يدعم الرياضة، يدعم أن الإنسان يكون قوي. عندنا ما سبحان الله. شوف الدين لما يقول لك دين متوسط وعادل، يعني جاك من جميع الجوانب. صحيح. جاك من الجانب الجسدي، جاك من الجانب النفسي، جاك من الجانب العقلي. سبحان الله. يعني الرسول كان يؤمر أصحابه، يعني شوف سبحان الله الصحابة يعني تستغرب بعض الأحيان. يقول لك لما كانوا يدخلوا المعارك كان الواحد فيهم كان يشقون الأعداء، صفوف الأعداء كان شخص واحد. يعني يقول لك زي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في المعارك يعني المصارعة أو القتال اليد
يقول لك كان قوي، كان يحارب كبار الكفار الأقوياء اللي يقول لك عنهم هم كان أقوى من في جيوشهم. كان سبحان الله سيدنا علي كان لما ينزل يحاربهم وعاد هو ما كان زيهم، لكن كان سبحان الله جسده كان محافظ على الرياضة، كان محافظ على صحته. فكان لما يقاتل الواحد كان يستهزئوا فيه دائما. لما كان ينزل كان سبحان الله ما حد يقدر يوقف قدامه، كان يصرعهم ما شاء الله ولا كان يبالي في أحد. ما شاء الله. فعندنا ما شاء الله الصحابة من هذا الجانب الديني كانوا الصحابة ما شاء الله تبارك الله كانوا محافظين على هذا الجانب، كانوا أقوياء بصحتهم وبدينهم وبكل ما لديهم ما شاء الله يعني. فهذه قدوة دائما، نحن دائما نفكر في ذا الشيء. وسيدنا عمر بن الخطاب يعني دائما كان يوصي في ركوب الخيل والرماية والسباحة. سبحان الله هذه الأشياء دائما نحتاجها في حياتنا. صح إنه الآن ما هو كالزمن القديم زمن الصحابة وذا، بس أنت محتاجها في حياتك، محتاجها زي في عبادتك، محتاجها في صحتك، في نفسك، في كل حاجة. صحيح. هذا يعني الله يعيننا عليه. الله يقوينا صحيح. دائما على الرياضة والتقوية صح. ولا بد من والأشياء هذه. احتساب الأجر. نعم. عفوا، لا بد من احتساب أو استحضار النية. صحيح صحيح. انك تنوي ان الله عز وجل يعينك على الرياضة ويعينك على تقوية جسدك لإيش؟ لأداء العبادات. هنا الله عز وجل إيش يعينك أيضا. يعني أنت لما تؤدي الرياضة من دون أي هدف ما عندك، يعني سبحان الله الأشياء تفقد قيمتها بمجرد تغيير الأهداف. صحيح. أنت مثلا تبغى تصير قوي عشان تتضارب مثلا، خلاص أنت الآن قاعد تسوي الشيء الصح ولكن هدفك غلط، وبالتالي الشيء اللي أنت قاعد تسويه غلط. لكن ماذا عن شخص يمارس الرياضة لأجل أن تعينه على عبادة الله مثلا؟ منها أجر منها تقوية ومنها تقوية النفس. طيب تكلمنا عن جانب الرياضة كممارسة، وهذا الموضوع يعني لو تكلمنا فيه حلقات وحلقات لن ننتهي منه. صحيح. لأنه مهم جدا والناس كلها تعرف أنه مهم جدا، ولكن الناس ما هي عارفة كيف تبدأ فيه. لكن في جانب آخر فيه خلاف، وأنا أتكلم هنا عن جانب الرياضة كمتابعة، اللي هي متابعة وتشجيع ومشاهدة. عندنا الرياضات بكافة أنواعها، أتكلم عن الرياضة الأشهر في العالم اللي هي كرة القدم، السلة، الطائرة، كل هذه الرياضات. هذه يعني كثر الجدال فيها، وهي قضية يعني معاصرة وواقعية لا جدال في ذلك أن الشباب مشغولون بالرياضة. أنا ودي عمار في هذه الحلقة احنا نتكلم عن هذا الجانب ونفصل كل جزئية منها تفصيلا دقيقا ونصل إلى حل، لأنه هنا في كثير من اللبس والخلط عند الشباب. أولا جميل. خلينا نسأل سؤال منه ننطلق إلى هذا المحور في حلقتنا. لماذا ينجذب الشباب لمتابعة المباريات والنجوم الرياضيين؟ يا سلام. يعني خليني أسألك عمار، ليش الشباب ينجذبون لهذا النوع من المتابعة؟ يعني أنت الحين ما المتعة في أنك تشاهد يعني 22 شخص يلحقون وراء جلدة منفوخة زي ما يقولوا لك بعض شباننا، واللي يدخل هذه الكورة في منطقة معينة أو في مربع معين وهو يأخذ نقطة وبعد 90 دقيقة هو الفائز. ليه؟ لماذا؟ والله شوف صراحة فيها متنفس كبير الرياضة. أول المتابعة صراحة فيها متنفس كبير. أنا هذا من وجهة نظري. إيه؟ شوف أنا زمان كنت أتابع لكن أنا مش كثير، بس إنه فيها حرفيا متنفس كبير. أما تتابع تشوف معاك الشباب وتشوف ذا متحمس وهذا طاير وهذا زي ما تقول قاعد معصب وذا زعلان وذا يطقطق عليه ومدري ايش من ذا الكلام. فيها حركة وفيها فاهم تنافس. وبالنسبة خاصة في هذا الزمن عد ما شاء الله اللعيبة والنجوم صاروا كثير، فالانجذاب والمتابعة والأشياء هذه والله هذه لها كلام كثير ما ينتهي. لكن أنا أقول دائما كل شيء بالمعقول يكون دائما واضح ويكون معتدل ومتزن. هذا أفضل شيء، لا إنك تخليها الأساس ولا إنك تخليها ما في. فاهم؟ هذا الرأي اللي عندي. جميل. جميل. يعني أنت تقول إنه الرياضة ينجذب لها الشباب لأنها متنفس لهم. إيه. جميل جدا. وأنا كذلك
أتفق في هذه النقطة. ويعني لعلنا يعني ننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: روح القلوب ساعة فساعة. إذا الإنسان نوى هذه النية لمشاهدة كرة القدم فقد يؤجر عليها، ولكن نضع تحت ولكن هنا مليون خط. يوجد لمتابعة الرياضة إيجابيات وسلبيات. خلينا أول شيء نبدأ بالإيجابيات. جميل. لو سألنا متى تكون المتابعة مفيدة ومتى تتحول إلى إضاعة وقت وتعصب غير مفيد وقد يصل أحيانا إلى بعض المحرمات. أولا، متى تتحول إلى متى تكون الرياضة مفيدة؟ أنا أتذكر واحد من السادة الكرام كان يتكلم في موقع التواصل الاجتماعي عن لماذا الرياضة هي، أو لماذا كرة القدم هي الرياضة الأكثر مشاهدة، أو بشكل عام لماذا الرياضة تشاهد تتابع ويعني النفس تميل إليها. ليش؟ لأن الرياضة فيها كل جوانب الحياة الدنيوية، فيها الغضب، فيها الرضا، فيها الشعور بالإنجاز، فيها الخسارة، فيها الفوز، فيها كل المتناقضات الموجودة في هذه الحياة. فبالتالي الإنسان لما يتابع يعني لابد أنه يفرح ويحزن، بالتالي هو يبحث عن شعور، لابد أنه يرضى أو يغضب، لابد أنه أحيانا حتى يكون فيه مثلا أنانية، أحيانا يكون فيه يعني إيثار. كل جوانب خلينا نتكلم هي الأطباع اللي يمارسها الإنسان بشكل يومي كلها موجودة في 90 دقيقة. جميل. فهذا جانب يعني يزيد من شهرة ومتابعة كرة القدم. تكون المتابعة مفيدة إذا الشاب احتسبها أنها داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: روح القلوب ساعة فساعة. إذا كانت في أوقات لا تعطلك عن الصلاة أو العبادات، إذا كانت بحدود مو من الظهر أو من الصباح إلى الليل نتابع المباريات. أحيانا يقول لك يا أخي اليوم يوم المباريات، أنا ما راح أسوي إلا أن أتابع المباريات. لا، غلط، أنت الآن قاعد تضيع من وقتك الشيء الكثير. لكن إذا أنت مثلا ما شاء الله اليوم أنجزت، ورحت وتحركت وسويت وفعلت وأنجزت عباداتك وأنجزت مهامك اليومية وكان في مباراة، عاد تتابع ما في مشكلة. كم حتاخذ منك؟ حتاخذ منك جزء بسيط. خلينا نقول ان انت يعني في اسوء الاحوال انت اخذت منك 90 دقيقه، خلاص ما في مشكله، احتسبها عند الله انها هي داخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: روح القلوب ساعه فساعه. باقي اليوم انت عندك الكثير من المهام. متى تتحول اضاعه وقت وسلبيه؟ اذا يعني اذا اثرت عليك، اولا اذا اثرت على اخلاقك، اذا اثرت على مزاجك. يعني يقول لك اليوم انا والله يا اخي نفسيتي تعبانه، ليش فريقي خسر؟ والله العظيم كل اللاعبين يعني اللاعب اللي خسر ورفع ضغطك مستلم راتبه كامل وعايش حياه حلوه وانت خليك زعلان. بل بعضهم يطلعون مع بعض. إيه؟ فريق الخصم والفريق الفايز يطلعون مع بعض وانت خليك زعلان، وانت في البيت زعلان وحالتك حاله ومشي الدنيا كلها. إيه؟ زعل ولا احد يكلمني انا زعلان، وانت ما تعرف انه اللي انت زعلان عشانه ما يسوى. انت مشاعرك ويعني نفسيتك يعني اغلى واهم بكثير من نتيجه انت ما لك اي علاقه فيها. صحيح. يعني انت ما انت يعني مساهم بولا شيء. انت ايش مساهم؟ انت ركضت معهم؟ لا. انت يعني تحركت جسمك؟ لا. انت دافع من فلوسك؟ لا. انت فقط مشجع ودافع فلوس عشان يجي يتفرج هذه المباراه ومع ذلك تزعل. فهنا تتحول متابعة كرة القدم أو متابعة الرياضة بشكل عام إلى سلبية. صحيح. جميل. طيب خلينا يعني نفتح جانب آخر أو نناقش جانب آخر، ألا وهو ما الفرق بين التشجيع والانتماء؟ يعني أحيانا نسمع أنه فلان يشجع مثلا فريق معين أو يشجع لاعب معين أو يشجع رياضة معينة، وفي فرق بين الانتماء. يعني هناك خلط كبير بينهم. تجد شخص يعني حياته كلها مبنية على يعني هذا الفريق، غرفته، سيارته، بيته، البروفايل حقه في موقع التواصل الاجتماعي، الكلام، روح تراجع. يعني هو عبارة عن شخص منتمي لهذا الكلام، يقول لك أنا مشجع. فهل في فرق بين التشجيع والانتماء؟ والله أكيد في فرق، هذا شيء طبيعي. التشجيع كيف يفرق الشاب بين التشجيع والانتماء؟ شوف، والله أنا طبعا إحنا ما حنتكلم كناس، نتكلم على وجهة نظرنا يعني. صحيح. شوف، التشجيع أولا يكون تشجيع بعقل دائما. التشجيع هو خلاص إنك مثلا
انت داخل قاعد تتابع كرة قدم، مش لازم انت مثلا فريق واحد خلاص. التشجيع بيكون يعني خلاص انت بتحب اللعب النظيف او بتتابع الشيء اللي تلاقي المتنفس فيه، فبتتابع الشيء اللي انت حابه. اما مثلا اليوم قاعد تتابع الفريق الفلاني برشلونة، بكرة تتابع مثلا الاتحاد، بعده تتابع مثلا مدريد، زي كذا من جميع انواع هذا. ما عندك فريق واحد، انت بس جاي تتابع تتونس وترفع عن نفسك وتجد متنفس فيه، وهذا يكون بعقل. وزي ما قلنا ما في لا زعل ولا ضيقة ولا أي شيء، جاي تتابع، إن فازوا انبسطت، إن ما فازوا فالحمد لله، هذا ترضى فيه. شوف عندنا الانتماء والله يكون صعب شوي. زي ما قلت انت، يجيك واحد خلاص عالقة حياته كلها في ذا الفريق، تلاقي الفريق هذا منذ الصغر وهو يتابع فيه في كل مكان. الفريق هذا زي ما قلت في الصور، البروفايل، الجوال، البيت، الغرفة، السيارة، أي مكان بتلاقيه، حتى ملابسه كلها مع ذا الفريق. خلاص فاهم. بعضهم إذا غلط على ذا الفريق مثلا وقلت هذا الفريق مش تمام، يمكن يقطع علاقته معك. يقطع كل شيء فيك. فهذه صراحة الانتماء المبالغ فيه هذا دائما يؤثر عليك وعلى حياتك أصلا. عادي، ما في مشكلة انك مثلا تحب فريق، لكن بعقل، كل شيء بعقل يكون حلو ويكون سهل. صحيح. وتتقبل اي شيء يعني اذا جاء في هذا الفريق يعني. ما في مشكلة. كثير من الشباب يعني يتابعون وينتمون لفرق، ينتمون لأندية معينة، خلاص يقول لك انا هذا نادي المفضل، انا احب ذا النادي. ما فيها مشكلة، هذا بالعكس شيء حلو انك يكون عندك فريق تدعمه، او فريق انت تحب دائما تتابعه وتتابع اخباره وتشوف كل شيء عنه. هذا بالعكس شيء ايجابي، لكن زي ما قلنا بحدود المعقول. ما في لا تعصب ولا في زعل ولا في الاشياء اللي ما هي حلوه. عندنا من الجانب اللي يمكن ما تكلمنا عليه الان، التعصب دائما. انا صراحه ضد الناس المتعصبين بشكل غير طبيعي. يجيك المتعصب بعض الأحيان يوصل لمراحل والعياذ بالله للشتم، الشتائم لا يعلم فيها إلا الله. يجيك بسبب التعصب يقطع يمكن بعض الأحيان صداقات مع أصحابه عشان الفريق هذا، ولا عشان حنا ما تكلم على فريق زي الناس، ولا عشان صارت مشكلة أحيانا توصل لمد يد، أحيانا توصل تكسير، تخريب وأشياء زي هذه. فأنا دائما أقول التعصب في هذا المجال، مجال المتابعة، دائما أنا أحتقر هذا الشيء. مو أحتقر التعصب الرياضي، لأنه دائما يوجهك للعنف والاستخدام الأشياء اللي ما هي حلوة، واستخدام ألفاظ بذيئة، وتصل إلى قطع علاقات في الناس. الله يعيننا ويبعدنا عن التعصب الرياضي، يقربنا للتعصب، أموت على المشاهدة الممتعة. نعم، المشاهدة الممتعة. وهذا الحديث يجرني إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي موضوع التوازن. لابد الإنسان في كل جوانب حياته يكون عنده توازن في كل الأمور، وتحديدا في موضوع الرياضة. احنا لو تكلمنا عن جانب الرياضة، فلا بد أن يكون هذا الجانب جانب ثانوي في حياتك. أتكلم أنا كمتابعة وليس كممارسة. ليش؟ لابد أن يكون موضوع هامش وليس أساسي، لأنك أنت لن تسأل يوم القيامة عنه، وبالتالي هو أمر دنيوي محض. متابعة يعني الله عز وجل لن يسألك ما هي نتيجة المباراة الفلانية، أو إيش رأيك في الفريق الفلاني، هل سوف يحقق البطولة في هذا الموسم أم لا. الله عز وجل ما راح يسألك عن هذا الكلام. الله عز وجل راح يسألك هل صليت ولا لا. الصلاة اللي أنت أخرتها عشان تتابع المباراة الفلانية راح يسألك عنها. فبالتالي أنت لابد تعرف أن أنت إيش هي مسؤولياتك في الحياة. الله عز وجل راح يسألك عن الواجبات اللي لابد تؤديها تجاه أهلك وأسرتك. فبالتالي مثلا عندك مباراة وعندك الوالدة قاعدة يعني تسألك عن خدمة أو طالب منك شغلة معينة، أنت بديت المباراة على طلب الأهل. أنت هنا خليت بتوازن، قفل أساسياتك، قفل الالتزامات اللي عليك. بعد ذلك إذا كان هناك متسع الوقت فأهلا وسهلا بالرياضة. ليش؟
بالعكس قد تكون هي متنفسة، قد تكون مهيئة لك انك انت تنشط. انت ما انت بروبوت، الرجال يعلم انك انت ما انت روبوت. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله احد الصحابة قال انا يعني اصوم فلا افطر ومعتزل النساء، يعني فيما معنى الحديث، واقوم الليل فلا اقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا خير الناس، وانا يعني اصوم وافطر، وانا يعني ازوج النساء، وانا يعني اقوم الليل جزءه وانام جزءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد جانب بشري منه، لكن انك انت تكرس حياتك كلها في الجانب الدنيوي وتترك الجانب الاخر، هذا غلط. وكذلك العكس، هذا غلط. انا اشكر زميلي عمار على هذا الطرح الجميل. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكر جزيلا لك اخي عمار على هذه وجهة النظر التي أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك أولا، وأن تصل لمن يعني يحتاجها ويعني يسمع بها ثانيا. بإذن الله. الشكر موصول لك والأخوة المتابعين والمشاهدين. ونقول نحن دائما الرياضة رفاهية وطاقة للجسم والجسد والروح. لازم نستخدم الرياضة كحل لعلاج أنفسنا وليس للضرر بالآخرين. وهذا ما نقوله لكم، والشكر موصول لكم جميعا بإذن الله. الله يعطيك ألف عافية أخوي عمار. الشكر أيضا موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت على شبكة سلام الإعلامية. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. لله نعمل والقرآن منهج.